بالفيديو الماضي نزلت قائمة بمشايخ أهل السنة والجماعة اللي ماشيين على منهج السلف الصالح وأهل الحديث وعم يدرسوا الدين بمدينة دمشق، وإجاني ما يقارب ال 650 تعليق على كل المنصات. نص هي التعليقات إذا مو أكثر عم بتقلي بدنا الشيوخ على منهج السلف الصالح بمدينة حما، بدنا بحلب، بدنا بحمص، بدنا باللاذقية، بدنا بالغوطة. ولهيك وبمساعدة النصف الآخر من التعليقات قدرت توصل لقسم كبير كثير من الشيوخ أهل السنة والجماعة اللي ما كنت بعرفهم بصراحة أنا من قبل. هاي الشيوخ كلياتها على منهج السلف الصالح وبأغلب محافظات سوريا. رح نبدا بالعاصمه دمشق مع الشيخ عبد الهادي البستاني صاحب مبادره نهج اللي عم يدرس بمنطقه باب مصلى بجامع عبد الله بن رواحه كل احد واربعه بعد صلاه المغرب. اضافه للمجاهد الشيخ عالم الحديث عبد الرزاق المهدي اللي كان لفتره بسيطه احد شرعيين هيئه تحرير الشام، وهذا الزلمه بيقول الحق ولو على قطع رقبته، واحد القلاء اللي لليوم كان ولا زال قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام بيطالب بالافراج عن معتقلين ادلب. هذا الشخص عم يدرس بمسجد او بجامع تنكز اللي قريب من القصر العدلي بمدينه دمشق. الشيخ انس دركل عم يدرس بمسجد مصعب بن عمير بالبرامكه كل يوم جمعه بعد صلاه العصر، وحاليا عم بيشرح الاربعون النوويه. الشيخ ناصر الدين الدمشقي عم يدرس بجامع السنجق دار مقابل قلعه دمشق، غالبا ماني متاكد عم يدرس هي الدروس بعد الظهر. اضافه الى ذلك عم يدرس بجامع خالد بن الوليد بشارع خالد بن الوليد مساء غالبا بعد صلاه المغرب او العشاء. اضافه الى ذلك عم يدرس بجامع الافرن بالمهاجرين كمان غالبا بالمساء بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء. إضافة إلى ذلك الشيخ حسام بن محمد سيف الضميري عم يدرس حاليا بجامع الأفرن بحي المهاجرين كل يوم ثلاثة بعد العصر، عم يدرس كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. الشيخ محمد بديع موسى عم يدرس بجامع الشيخ المجاهد محمد الأشمر بمنطقة الزاهرة بدمشق، وعم يدرس بجامع علي بن أبي طالب بالمزة. بمدينة دمشق نفسها بحي القدم في الشيخ أنس العظم أبو مالك بجامع القدم الكبير. إضافة إلى ذلك بمدينة دمشق نفسها في الشيخ أبو بكر معاذ بمسجد الفاروق عنده دروس اسبوعيه بالسيره النبويه. واخيرا وليس اخيرا الشيخ مأمون حموش عم يدرس بمسجد العادل بمنطقه دمر بدمشق او ريف دمشق تقريبا. اما بريف دمشق فالشيخ عمار العيسى عم يدرس بمسجد الصحابي بمدينه الضمير. اضافه الى ذلك الشيخ زاهر الشوى ابو انس اللي اعتقله النظام النصيري لعقيدته عم يدرس بمسجد المصطفى بمدينه السبينه بريف دمشق. اضافه الى ذلك في الشيخ احمد الشلبي بمدينه التل بمسجد التل الكبير. بمدينه الغزلانيه بريف دمشق في الشيخ ابو محمد الشامي عم يدرس بمسجد الأحمد وعم يدرس فيها عقيدة وفقه وخطابة على منهج أهل السنة والجماعة. أما بالزبداني بريف دمشق ففي الشيخ أكرم الهاشمي من اليمن عم بيقولوا إنه درس بالحرم المكي وإجا على سوريا بالأيام الأخيرة ليستقر بسوريا وينشر العلم. عم يدرس بجامع آل البيت بمدينة الزبداني.